هنتكلم عن موضوع أو قضية ما زالت موجودة للوقت بتاعنا إلى يومنا هذا. حضرتك قبل ما أبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتحطوا اللايك وتكتبوا لنا في التعليقات عايز أشوف دعم، لأن الفيديو اللي فات ما لقيتش عليه دعم كبير. يا ريت تدعمونا باللايك والزر بتاع، وأي حد يشوف الفيديو وما بيشتركش يا ريت يشترك في القناة. خلينا نبدأ الفيديو من غير مقدمات. هنبتدي عن موضوع التنمر. إيه هو التنمر؟ التنمر هو أحد أشكال العنف، أيوه أحد أشكال العنف اللي بتجعل الأطفال يسخروا من شخص عن طريق بقى سواء كان بيهددوا أو بيهاجموا الطفل سواء بدني أو لفظي أو يهددوه أو ينشروا إشاعات عنه. وهنسأل سؤال دلوقتي، هل المضايقات تعتبر تنمر؟ هو طبعا مفيش طفل في حياته ما تعرضش للمضايقات سواء كان من أخ أو صديق، وهذا لا يعتبر شيئا ضارا إذا تم بطريقة، يعني إيه؟ إذا تم اللي هو بعلاقة الود بالدعابة والود متبادل القابل بين المقبول بين الطرفين، ولكن يعتبر تنمرا عندما يكون الكلام جارح مقصود ومتكرر بحيث يتخطى الخط الفاصل بين المزاح والمضايقات البسيطة. أنا هنقف كده عند إيه؟ الخط الفاصل. يعني إيه الخط الفاصل؟ يعني المزاح والهزار له حدود ما ينفعش تتخطاها، فإذا تخطيت هذا الخط الفاصل أصبحت أصبحت متنمر. أيوه أصبحت متنمر. تمام؟ والاشخاص المتنمرين بيستخدموا قوتهم في ان هم يضايقوا الاشخاص سواء كان جسديا او ان هم يعرفوا عنهم معلومات حساسه ممكن تاذيهم وتاذي مشاعرهم. وكمان ان هم مشهورين بحاجه فبيقولوها او ان هم عشان يتحكموا بيهم او يلحقوا الاذى بالاخرين. ايوه زي ما انا قلت كده، بيلحقوا الاذى بالاخرين. وهناك عرفنا بعد اللي احنا قلناه ده عرفنا ان في 3 معايير للتنمر مختلفة تماما عن غيره من السلوكيات والممارسة السلبية، زي اللي هم الثلاث معايير دول: التعمد، التكرار، اختيار القوة. التعمد اللي انت متعمد تعمل حاجة قدام الناس وانت شايفها غلط وبرضه متعمد تعملها. والتكرار انت تكرر نفس اللي بتعمله وده تنمر. او اختلال القوه اللي انت تخل بقوه واحد وتبينه انه ضعيف عشان حضرتك بتتنمر عليه، ده اسمه تنمر. ايوه تنمر. بعد ما عرفنا التنمر، هل التنمر انواع؟ طبعا ليه انواع، وانواع التنمر 5: البدني، اللفظي، الاجتماعي، النفسي، الالكتروني. هنبدا واحده واحده. البدني، طبعا البدني طالما البدني يبقى حاجه في الجسم، سواء انت كمتنمر بالتنمر البدني انت تضربه، تركله برجلك او تسرق حاجه منه او تتلفها له وتتلف اغراضه، ده التنمر البدني. بينما التنمر اللفظي ان هو ان انت تشتمه وتحقره وتهينه وتسخر منه، او ان انت تطلق عليه لقب، انت تقول عليه لقب وتستهزأ بيه، ده التنمر اللفظي. ما هو بقى التنمر الاجتماعي؟ زي التجاهل واهمال الطفل بطريقه متعمده او استبعاده او نشر شائعات تخصه. خلينا نقف هنا شويه. الاجتماعي يعني ايه؟ يعني المجتمع بيتجاهلوا الطفل ويهملوه ويبقوا بطريقه متعمده ان هم يستبعدوه وكمان ينشروا عنه شائعات هو اصلا ما بيعملهاش، او تنشر شائعات عنه عشان الناس اللي بتصدق الكلام، الناس تصدق الكلام. هو ده التنمر الاجتماعي. بينما التنمر النفسي ان هو النظرات السيئه والتركز والتلاعب واشعار الطفل واشعار الاطفال عامه ان التنمر من نسج خياله. يعني ايه؟
النظرات السيئه، ان الناس تبص على نظره وحشه وتقول كلام وتقول حاجات وان هم يتلاعبوا بيه، وكمان يتلاعبوا بيه ويقولوا له كلام ويشعروه ان التنمر ده هو بس في خياله، بس ما فيش حد تاني كده. عندنا بقى الخامس نوع اللي هو التنمر الالكتروني، اللي هو ان انت تسخر من شخص عبر الانترنت، سواء عن طريق الرسائل النصيه او الرسائل الالكترونيه، او اللي انت تتنمر عليه في على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل زي الفيسبوك والتويتر والانستجرام واليوتيوب وكل الوسائل التواصل الاجتماعي. وكمان انت تخترق الحسابات، وده اسمه التنمر الالكتروني. وده اللي منتشر حاليا، ايوه ده المنتشر، ان انت تهدد شخص عبر الانترنت عن طريق الوسائل الالكترونيه او الرسائل النصيه، واللي انت تخترق حسابه وتهد... آه، وتهاجمه على مواقع السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي عامه. ايوه كده. وحضرتك عايز تعرف ازاي نتخلص، ازاي تتعالج من التنمر؟ خلونا هنقول لكم على الاسباب، في منها كتير، ومنها هنقول هنقول الاسباب ان انت اوعى تبدا ردة فعلك تجاه اي متنمر، ان انت ما تعيطش ولا تبكي عشان المتنمر ما يحسش انه نجح، انه قدر يتغلب عليك ونجح ان هو يأذيك. وابعد عنه بهدوء خالص. ايوه. ولو استمر في التنمر ليك حق انك تدافع، ليك حق انك تدافع عن نفسك. ايوه تقدر تدافع عن نفسك. التاني اعرف قوتك. المتنمر هيحاول يخليك ضعيف، ولكن لا، ده مش صح. وريله قوتك، وريله ان انت تقدر تاخد حقك بنفسك، وريله قوتك اللي انت مش عايز تظهرها. وريله كلام ان هو هيخليه ضعيف غلط. اثبت له العكس، اثبت له ان انت قوي وخد حقك. كل عشان تعمل كده انت تظهر قوتك وتاخد حقك. تجنب المتنمرين ما تبقاش موجود في نفس المكان معهم او على نفس الطريق، لكن لا تدعهم يشعرون انك تتجنبهم. حاول ان تكون وفق الاصدقاء. يعني ايه؟ يعني انت لو شفتهم وانت في نفس المكان ما تحاولش تقرب منهم، او في نفس الطريق ما تحاولش، ولكن اعملها بدون ما يحسوا ان انت بتتجنبهم. وخليك قريب من اصحابك، لان دول يعني اصحابك هم اللي هيحاولوا يعلموا ان المتنمرين دول ما لهمش اي لازمه، ان التنمر دي حاجه وحشه. وبنقول تاني، اي شخص متنمر بيحاول يتنمر على الاشخاص، حاول من نفسك تصلح من اخطائك وغلطك، عشان هيعود عليك في الاخر. ونقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل المتنمرين اللي بيتنمروا على خلق الله، سواء كانت اعاقه او عندهم حاجه معلومه، او انت تقول معلومه عنه يعرفها وانت عارف ان المعلومه دي بتاذيه. فما تحاولش تعمل كده، عشان ده بيأذي مشاعره وانت كده بتجرح مشاعره. حاول تكون لطيف، بلاش تتنمر على خلق الله. وطبعا قبل ما اقفل الفيديو، يا ريت كله يشترك وكمان يفعل زر الجرس ويكتب لنا التعليقات، عشان صراحه انا عايز اشوف تعليقات في الفيديو ده، ونحاول نشير الفيديو عشان الناس تقدر تشوفه. و... وده كان فيديو النهارده، وهنشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم.